أنا اسمي عبد الله هشام محمود حسين، مواليد 1990 30/11. بدرس في كلية أصول الدين جامعة وادي النيل للدراسات الإسلامية، وبستخدم اسم حركي حاتم. سافرت مع والدي من وأنا صغير قطر، ووالدي بيعمل محاسب هناك. اتعرفت من فترة على مجموعة من الشباب القطري المعتنق للفكر الجهادي، وسافرت من خلالهم لسوريا وانضميت لحركة أحرار الشام، ورجعت مصر من فترة 3 شهور. تأثرت بجهاد في سوريا، فكان نفسي أسافر. بعد كده قابلت جاري عبد الله هشام، لما قابلته عرفت إن هو كان في سوريا ورجع. قعدنا نتكلم في الجهاد وقلت له أنا عايز أسافر وكده. راح قال لي الأولى مش سوريا، الأولى دلوقتي مصر. اتعرفت على مجموعة من الشباب الجهادي، واتفقنا على تنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش. بدأ يديني كتب عن خطر الطائفة الممتنعة والجيش والشرطة وكده، وقتالهم. وبعد كده طلب مني إن أشوف حتة أرض وأشوف ناس، وقال لي لو عوزنا أي حاجة، احتاجنا أي حاجة سلاح أو أي حاجة عشان أرض وكده، الشيخ خالد غنيم يدعمنا كده وهو معانا. وبعديها رجعت لقطر علشان أوفر الدعم المالي للمجموعة، واتكلمت مع الشيخ وجدي غنيم وقلت له على الأهداف اللي احنا ناويين نعملها ونستخدمها ضد الجيش والشرطة، وشجعني واداني دعم مالي. وأخدت من أستاذ اسمه أستاذ أيمن دعم 12,000 ريال، وهو بيعمل مدرس في الدوحة. وبعديها رجعت لمصر واشتريت سلاح آلي وطبنجة CZ، وكنت بحاول أوفر لها كاتم، وفارس كان معاه سلاح آلي وعبوات متفجرة. ومن الضباط اللي احنا يعني جبناهم ورصدناهم وكده كان الرشيد أحمد أسمط، ولواء في التجنيد، و3 أمناء شرطة في إمبابة، وآخر واحد ده واحد صاحبي ضابط. بدأت أرصده زي ما قال لي عبد الله عشان ننفذ معاه. الأهداف اللي بدأنا رصدها كان ضابط شرطة في منطقة عين شمس، وضابط شرطة في منطقة مصر الجديدة، وضابط جيش في منطقة التجنيد عند جسر السويس، و3 أمناء شرطة بيخدموا في النادي السويسري. وكنا عايزين نفجر النفق اللي بيتعدي منه ربط للأمن المركزي اللي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي المتجه لميدان الرماية. اليوم اللي اتمسكت فيه كلمني في التليفون، قال لي انزل شوف عشان ننفذ النهارده. وبعدها اتمسكت، وكانت الخطه ان احنا يعني الخطه تمشي ازاي عشان ننفذ معاه. ان مجدي هيسوق وعبد الله هيضرب، وانا هستنى في اخر الشارع بيودع مصر الجديدة، بيودع صلاح سالم. ومن هناك محمد بحر هياخد الطمانجة وهنمشي انا وهو، ومجدي وعبد الله هيمشوا فاضيين. التنفيذ كان هيبقى مجدي عثمان هينفذ وانا بسوق، وعبد الله عيد كان هيركب معايا ويستلم الطمانجة CZ من مجدي ويمشي بيها، واحنا كنا هنطلع من المنطقة.